كحك العيد. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل كحك العيد ناعم ودايب بيدوب دوبان كده في البق. هتعمليه بطريقه مميزه وتقدميه بطريقه شيك، هتخلي كل اللي ياكله من ايدك يقول انه جاهز واحلى من الجاهز كمان. يلا بينا علشان تعرفي المقادير بالظبط وتعرفي هتعمليه ازاي، وهتخلي ريحته مميزه وطعمه جميل جدا. يلا بينا، وقبل ما نبدا الفيديو لايك وشير سبسكرايب. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنعملها هنحضر المقادير بتاعتنا. انا هنا هشتغل على كيلو من الدقيق. الكيلو من الدقيق بيحتاج نص كيلو من السمنه. علشان تعملي كحك جيد جدا وممتاز وفاخر لازم يكون نوعيه الدقيق كويسه والسمنه كمان تكون كويسه. معايا نص كيلو من السمنه، سمن نباتي او سمن بلدي او زبده على سمنه، ايا كان اللي انت هتعمليه كله هيبقى كويس. هنحط كده كميه السمنه في الحله وهنروح نوديها على النار علشان تسخن معايا. هنبدا ان احنا ننخل الدقيق وهنحط عليه معلقتين كبار من المحلب، وده بيودي الكحك في سكه تانية خالص، بيديله ريحه جميله جدا وطعمه مميز. هنا هحط معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وبعدين هقلبه كويس جدا في الدقيق، وبعدين هعمل فيه حفرة كبيرة كده من النص واحط فيها كوباية من السمسم. اركن كل ده وبعدين اجيب معايا كوباية من اللبن، هحط فيها معلقة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، خميرة بيرة او خميرة فورية ايا كان اللي انت هتستخدميها. هقلبها كويس جدا وبعدين هركنها جنبي تتفاعل مع بعضها وتترفع معايا لحد ما اشوف السمنة. هنا السمنة معايا سخنت، بعدين اجيبها كده دلقتها على السمسم بالظبط. هنا بقى هتدي للسمسم تحميصه هتخليه يدي ريحه جميله جدا للكحك. هبدا ان انا اقلب كده بمعلقه او اي حاجه، بس ما تقلبيش بايدك علشان هنا في المرحله دي بيبقى سخن جدا من السمنه. هنزل كده بباقي كميه السمنه معايا وبعدين ابدا اقلب، وما تشتغليش بايدك الا لما تتاكدي ان السمنه بردت تماما، علشان دي بصراحه بتلسع لسعه جامده جدا. هبدا ان انا اقلب كده، ولما يبرد معايا هبدا ان انا اشتغل بايدي وافرك بايدي بالشكل ده. دي بقى من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني بتجيبيها، اسمها ريحة السمنة الفلاحي. دي بقى بتحطيها على الكحك بتاعك، دي معلقة واحدة بس بتدي للكحك ريحة السمنة الفلاحي، بتخلي كل اللي يدوق وبيشم ريحته بيتأكد ان انت عاملاه بسمنة فلاحي خالص. بعد كده ما فركت الكحك بايدي، ابدا اجيب الخميره بتاعتي كده اتفعلت معايا واحطها، وابدا ان انا ابس العجينه. معجنش بقى بايدي، لا ابس. علشان علشان العجينه ما تجلدش معايا وتبقى خشنه وتبقى ناشفه. كل ما يحتاج للبن ازود معايا، وممكن تعمليه بميه عادي جدا، ميه دافيه. هبدا بقى ان انا ابس والم معايا. شايفين بفرك بايدي بالشكل ده. ما تحاوليش ان انت تعجني عجينه الكحك لانها هتنشف معاكي وتشد وتبقى ناشفه جدا. ونبدا ان احنا نختبر العجينه، لما نكورها ونلاقيها بتشقق مني اديها لبن زياده او ميه. انا هنا خلصت عجنت العجينه بتاعتي، بستها كويس وركنتها ومش بتشقق معايا. ركنتها كده حوالي نص ساعه، وبعدين في الوقت ده اجيب كده حشو الكحك. هنا انا هحشي الكحك النهارده بعجوه. جبت كده الكحك، حطيت عليه معلقه كبيره من السمنه، معلقه من جوز الهند وشويه مكسرات معايا، وحطيت لها شويه اضافات وجبتها على النار وسيحتها كويس جدا على نار هاديه. ممكن هنا كمان ربع كوبايه من اللبن ورشه قرفه بسيطه تضيفيها للعجوه، بتدي ملمس ناعم جدا للعجوه وبتخلي ريحتها جميله. ابدا ان انا اشتغل بقى في الكحك بتاعي. كورت العجوه بالشكل ده. هنا حابة اتكلم عن الصينية اللي انا هعمل فيها الكحك. الصواني يا جماعة اللي بيتسوى فيها الكحك او البسكوت او المخبوزات عموما، اجود نوع تسوي فيه المخبوزات هو الصواني الالومنيوم. ابعدي بقى عن ابعدي عن الجرانيت والتيفال والحاجات دي كلها، مش بتسوي المعجنات تسوية كويسة، خصوصا الكحك والبسكوت والحاجات دي. خلصت كده، انا كورت الكحك معايا، عملته بالشكل ده، وبعدين عملته بالبسطامه وركنته. ممكن كمان تشكلي تعملي كده المنقاش بتاع زمان الجميل ده، تعملي بيه. لو حبيتي ان انتي تنقشي بالمنقاش
انقشي بالمنقاش الصغير، لان الكبير نقشته بتفرش في الخبيز، وبعدين بتختفي جدا، بتختفي تماما الرسمه بتاعته. هبدا ان انا اركن الكحك معايا، اسيبه على الاقل ساعتين لحد ما يختمر معايا ويترفع كويس كده، وبعدين على نار متوسطه. لو عندك تايمر هيبقى على درجه حراره 180. عندك الفرن العادي يبقى نار متوسطه او نار هاديه جدا، وتحطيه على الرف الوسطاني على الشبكه كده من فوق، وتسيبيه كده لحد ما يتسوى معايا وياخد اللون الذهبي ده. ولو انت حابه ان انت تسويه على لون افتح من كده شويه، ده على حسب حريتك انت. سويناه بالشكل ده وجبناه، وبعدين اجيبه كده واطلعه واحطه بقى ان انا ابدا احطه، اسيبه على الاقل 5 6 ساعات لحد ما يبرد معايا ويتهدى تماما، وبعد كده احطه في علب محكمة واقفل عليه واسيبه. لو حابة ان انتي تخزنيه لمدة طويلة، يبقى هتحطيه في علب كده محكمة الغلق، في علب بلاستيك، وتحطي فيها، تفرشي فيها كيس وتسوي تحطي الكحك كله كده تسويه، وبعدين تغطيه من فوق باكياس برضو وتقفلي عليه العلبة. ممكن كمان في علبة اللي هي نوعيتها كده بتبقى صفيح، دي بقى انسب حاجة ان انتي ممكن تخزني فيها الكحك، بيقعد معاكي كذا شهر بريحته بتفضل زي ما هي فيه. او ممكن لو ما عندكيش حلة ألمونيوم وتحطي فيها، بس الحاجة دي تبقى بعيدة عن متناول الأطفال علشان ما تفسدش عليكي عملية التخزين. وده كان الكحك بتاعنا النهاردة، شايفين جميل جدا يا جماعة، دايب بيدوب في البق، جميل جدا. هتعمليه في البيت بأقل تكلفة، هتهدي منه أصحابك وقرايبك، هتقدميه بطريقة شيك جدا وجميلة وسهلة وبسيطة. هتعملي الكحك في بعض الناس بيسألوا الكحك أجمل على السخن ولا على البارد؟ صراحة هي الطريقتين جمال جدا، على السخن أو على البارد طريقتين جمال جدا. بس في هنا معلومة ان لو عملتيه على السخن، دي بقى بالطريقة دي بتخزنيه كذا شهر. اما لو حابة ان انتي تعمليه على البارد، فبالطريقة دي مش بيقعد معاكي كتير، يعني بتكليف في اسبوع العيد بس، مش بيتخزن، لان ريحته هتبدأ ان هي تروح منه، هيبوظ معاكي. ودي كانت النهاردة فيديو بتاعنا عن طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب. يلا جربوه بطريقتي، ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسونيش في لايك جميل جدا كده زيكم. كل سنة وانتم طيبين.